فيها فوق ال 20 كيلو ديال العسل. كانت ثقيله منين شارجينها انا ومولاها اللي باعها ليا. اش هاد الميكا هادي خبز للحيوانات؟ هاد المساله كطرا غير البوزي. بركه كتسناهم. انا فاميلي الماكله ديال الدجاج. يلا نمشي نجيبو دابا الماكله للفلالس. هاك ها البركه. ايوا تموتوا على الخبز خليكم وتموتوا على الخبز كارم. ضرب لي حتى البريتزيل مع راساتك. هاك ضرب هاك يلا كول. خالي هاد النحل باش هزيتها وجبتها هنايا راه كانت ثقيله منين شارجيناها انا والسيد اللي باعها ليا، وسولته شحال يكون فيها تقريبا بكلشي، بداك الشهد اللي فيها لداخل بكلشي، بالبلاستيك بالعود اللي كاين فيه لداخل غادي تكون فيها بخي بكلشي بالشهد ديالها شي 38 40 كيلو. ما جبتها لهنايا حتى احترمنا كاع هاد المراحل اللي غادي نعاود لك عليهم كاملين. الله وعسى غادي يفيدوا. اول حاجه دار معايا مولاها اننا دورنا عليها جوج ديال السماطي بعد غروب الشمس. غير بدا النحل كيدخل من هذوك الثقب اللي كيف كتشوفوا. انا ما هزيناهاش بالنهار، هزيناها بالليل. مول الخليه القديم ديفيسا يعني حيد الفيسات لهاد البلاستيكه البيضاء اللي كنشير لك عليها بالاصبع، وتقلبات على هاد الجهه اللي فيها الشبكه من الفوق. هذيك البلاستيكه البيضاء راه كتقلب على جوج جوايه. ملي كنديروا الجهه التحتانيه باش يبقى يدخل النحل ويخرج، والجهه الفوقانيه باش النحل يبقى غير يريسبيري يعني يبقى غير يتنفس في الخليه. هذه هي اللي كتسمى لو مود ترونسبور، يعني الطريقه كيفاش كترونسبورتا. المهم غير جبتها انا هنايا كيف كتشوف راه حطيتها على واحد الحجره. فهاد الساعه راه غير مكان مؤقت حطيته حيت لاحظت فيه بزاف ديال الزهور، لي توليب، لا فيرفين والكوكليكو اللي نايض ليا وسط من هاد الغابه. عويده حتى هي كتعطي الزهور ديالها. هذه راه ميرابيل حتى هي. هاد الشجره اللي موراها راه ديال السفرجل. عطلت باش نشارك معكم هاد التجربه كتجارب اخرى اللي تزادت على الحياه ديالي، ولكن فاميلي الله غالب سبحانه وتعالى، وبينكم غير الخير والاحسان. بغيت نعترف لكم بكل واقعيه، يعني الا كندير الحاجه ما بقاتش عندي هذيك الكانه وداك اللهف بحال كيفاش كنت كندير في الاول، غير حاجه كنصورها لكم كنبغي تستافدوا. غير الناس العزاز اللي كيدعوا معايا في التعليقات هما اللي كيشجعوني باش نصنع لهم ديما احسن محتوى. الهدف عندي هو الخليه خاصها تعلب على الاقل واحد نصف متر من الارض، غادي نهزوها مع بعضياتنا من هنا وغادي نديروها لهيه الوسط. في نفس الوقت راني كومونديت اللباس الواقي اللي فيه فيزيرا وفيه كومبينيزون، وفي نفس الوقت كومونديت معاه حتى هذيك الاله اللي كدير الدخان واللي قات طوال تصابو عندي ديجا. سبحان الله العظيم، راه منين جبتها راه ما كانش فيها هذا العدد كامل ديال النحل. يعني راه كان النحل ولكن دابا راه كاين بكثره، يعني بحال عيطات على نحل اخر. يا الله هناني ربي من هاد الماكله ديال 20 كيلو، ولكن دابا ماكله الفلالس هي هنا. ها هو هانت راه واخا مكتوب عليه بروميير يعني السن الاول. مكتب الله سبحانه وتعالى مهبط لها ثمن 12.90 €. هاد الحبات من التجربه ديالي راهم كبار على الكتاكيت اللي قل من اسبوعين. الكاليبر ديال الفلول يعني خصهم يكونوا قد السميده. هادو ديال البروميير من التجربه ديالي حتى ابتداء من اسبوعين. ملي فقست هذاك البيض ديال شحال هادي راه كنت عطيتهم هذا من الاول داكور قبل ما نطحنوا في الترموميكس كيف وريتكم. وهذا تخيل معايا واحد الفلوس مسكين تخنق به بقى كيكحب لمده ثواني عاد باش بدا كيتنفس. الناس اللي قالوا لي مالك وليتي غير عبسه وتولى، لا فاميليا الساعه لله وصافي. الدماغ ديالي والقلب ديالي مشغول مع باموك الله يشافيها يا رب العالمين. من جهتي انا الله يطيب خاطري ويرسم الضحكه على وجهي. اكليتو كل شيء الوكاله. راه لي نعمر لكم الله بركاته الله. كيف كتشوف راه فيها جلبانه فيها كل شيء، الذره فيه الشعير السورغو والكولزا الحبوب ديال الصوجا والقمح. يا فاميلي هاك شوف تبارك الله يد من الاول. هذا دابا راه هو اللي غادي يساعدهم دابا في المرحله الاخرى ديال النمو. وما ننساوش اني كنعطيهم راسيون ديال البيض مطحون في النهار. من جهه اخرى بالنسبه لي انا راني ما بقيتش كنعطيهم الماكله بزاف بالنسبه للفلالس. علاش؟ لحقاش راك ملي كتحط لهم الماكله بزاف كتحطها يعني ماشي بالقانون وكتحطها ماشي في الوقت، كيبقاو نعم سيدي ياكلوا اكثر من القانون، يعني كيولي الفلوس يعمر اكثر من الجهد ديالو. على سبيل المثال هذا ثاني مره كيتنفخ ليه الجابو. علاش؟ لحقاش كيبغي يضمن ماكلته اكثر من الاخرين، يعني كياكل اكثر من الاخرين كيبغي يضمن الماكله. انت كيف كتشوف حتى هذا كيبغي يضمن شويه ماكلته. الحل هو انني كنحط لهم الماكله بالقانون، واذا تنفخت لهم الكريشه كنتسناها حتى كتفش عاد كنعاود نحط لهم ماكله اخرى.